السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم كويزين غيتا. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم غاتو كلاصي بكريمه البافاغوا والشوكولا نوار. كيجي اكثر من رائع، لذيذه بزاف الكريمه، يعني تستحق التجربه ديال لي باتيسري. تقدروا توظفوها في اي حاجه كتحليه او اي حاجه، وان شاء الله غادي نشارك معكم كلاصاج رائع بزاف. دوزوا على بركه الله لا جينواز. هنا البنات غنعطيكم يعني القياس بالكاس ديال يعني اي كاس كتعبروا به، وفي نفس الوقت اللي عنده الميزان غادي يعبر بالميزان. اول حاجه غادي نديرها هي جوج بيضات يعني بحراره ديال المطبخ، وغادي نضيف نص ديال لي ساشي ديال الفاني، او يمكن لكم يعني ديروا اي نكهه بغيتو، القهوه او اي حاجه. انا درت غير نص ديالها تقريبا يعني 4 غرام. وعندي هنايا 60 غرام ديال السكر ايوه يعادل يعني نص كاس، زيد عليه واحد شويه ديال السكر. وعندي 50 غرام ديال الدقيق يعني كاس لارو كيف ما كتشوفوا. عندي 10 غرام ديال الكاكاو. الا كنتو مثلا بغيتو ديروا كاكاو كديروا كميه كامله دقيق يعني 60 غرام. انا درت 50 و10. ويعني بطبيعه الحال واحد القبيصه ديال الملحه. هنا غادي نطرب البيض مزيان مع السكر والفاني يعني حتى كيتضاعف الحجم ديالو. يعني ضروري انكم خاصكم تطربوه حتى كيتضاعف الحجم ديالو، حتى كيولي الابيض يعني كيتولي يعني البيض كيولي بحال شكل ديال الكريمه. صافي كنبقى هكا. من بعد عاد باش كنضيف الدقيق اللي هو اصلا غربلناه قبل، وغادي نغربل حتى ديال ان ضروري نغربلو كاكاو، يعني ضروري نغربلو النواشف. هنا كما كتشوفوا البنات انا كنطربهم. الا مثلا كنتو مثلا ما عندكمش هكا الطراب اليدوي هكا ديال الضو، تقدروا ديروه في مولينيكس، تبقاو تخلوه يطرب مزيان حتى كيولي هكا على يعني حتى كيضاف الحجم ديالو. الا ما كانش كتضربوا غير بالفويع باش تقدروا ان تعاونكم، كتاخذوا الماء طايب يعني كديروا عشك الباماغي، كتاخذوا الماء طايب وكديروا فوق منه هذا البول او اي حاجه اللي كتستعملوا فيه، وكتبقاو تضربوا بايديكم حتى كتضاعف الحجم ديالكم. غير كتاخذ شويه الوقت وحتى ايديكم معني كتضركم. المهم كيف ما كتشوفوا اني طربته. من بعد كناخذ الدقيق وكنبدا نضيف يعني من تحت الفوق من تحت الفوق حتى كندخل الدقيق كامل في الخليط ديال البيض. من بعد غادي يعني الكاكاو ديالنا غادي نغربلو لان ما غربلتوش قبل حتى هو نفس الشكل. كنبقى من تحت الفوق وانا يعني كندخل هذاك الدقيق في الخليط ديالنا. حاولوا انكم ما ديروش يعني تحاولوا انكم ما تخلطوش هكا في شي حاجه، لان البيض ديالنا غادي يهبط. كيف ما شفتوا انا غربلت الكاكاو حتى هو. صافي كنبقى على هذا الشكل هذا من تحت الفوق من تحت الفوق حتى كندخل يعني الخليط كامل ديال الدقيق والكاكاو ديالنا مع البيض. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا حاولت انني ما نقطعش الفيديو، خليته شويه هكا طويل باش البنات اللي اول مره غادي يجربوا هاد لاجينوس كتجي رائعه بزاف. صافي على هذا الشكل هذا. وكناخذ مول اي مول عندكم. انا بالنسبه لي المول درته تقريبا شويه كبير. الا كنتو مثلا بغيتو يعني هكا ديروه شويه صغير راه تقدر تعطيكم حتى جوج طبقات. كيف ما غتشوفوا معايا الكريمه راه جات الجينواز راه جات شويه غليظه شويه. صافي هنا كيف ما شفتوا انايا يعني دخلت كامل هذاك النواشف مع البيض. غادي ناخذ المول وغنسرح يعني اي مول عندكم كما قلت لكم مربع دائري او اي حاجه. هنا عندي هذا لي سيركل هذا، وعندي البابي دو كويسون حطيته تحت، وغادي نحط فيه الخليط ديالنا ديال لاجينواز. وكنحاول انني نسرحو مزيان يعني كنقادو في هذاك المول. وغادي نسخن من قبل يكون اصلا مسخره الفران على 200 درجه، وكنهبط الحراره ل 170. هنايا البنات كاضافه تقدروا ديروا مثلا يعني اللوز او الجوز يعني اللي كان كتهرمشوا شويه وكتلوحوا من الفوق. انا بالنسبه لي درت غير هكا لوز ايفيلي درتو هكا بالفوق يعني كاضافه يعني يعني ماشي بالضروره كاضافه. صافي كيف ما قلت لكم انا سخنت الفران من قبل. ما تغفلوش على البنات بقاو وحده، لان اصلا انا كنبقى حدا لان انا دغيا كطيب هاد لاجينواز هادي تقريبا كتاخذ واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه يعني ما كتفوتهاش. كنخليها طيب من تحت واحد شويه، من بعد كنشعل الفوق وكنبقى مقابلاها مره كنشوفوها غير من كتشوفوها هنا كرمات من الفوق صافي كتحيدو وكتطفوا عليها. هنا البنات غادي نحطوا لاجينواز على جنب، وغادي ندوزو باش غادي نحضروا الكريمه الانجليزيه. بالنسبه للكريمه الانجليزيه البنات كل واحد كيفاش كيديرها. انا هذيك يعني خديتها من عند واحد السيده اختصاصيه في الباتيسري. يعني عندي 2 اصفار ديال البيض، 2 معالق ديال السكر،
وعندي ربع لتر من الحليب اي ما يعادل 250. وعندي هنايا ساشي ديال فاني كيف ما قلت لكم، يعني راكم تعوضوها بالقهوه، يعني اللي كيبغي النكهه ديال القهوه او اي حاجه ممكن لكم تضيفوا يعني القهوه سريعه الذوبان. وعندي 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نحطهم نديرها في الماء باش دير لينا. صافي غادي ناخذ الحليب وغادي نسخنو يعني تقريبا واحد يعني يوصل لدرجه ديال الغليان، ماشي كيغلي غير كيوصل ليها. صافي غادي نحيدو كيف ما شفتوا البنات. صافي كنطرب مزيان البيض مع يعني داك السكر، وكنحاول انني كنضرب كنضيف داك الحليب بشويه بشويه باش ما يطيبش لنا البيض. هنا غادي نرجعو غادي نصفيه وغادي نرجعو للكاسرول وغادي ندير على نار تكون شويه مهيله، وكنبقى مع التحريك المستمر ما تغفلوش عليه، بقاو يعني تحركوا فيه من الوسط من الجناب باش ما يلصقش ليكم حتى كتعقد لينا الكريم. باش كنعرفوا انا الكريمه الانجينيزه بانها راه وجدات لينا، كنديروا هكا خط الوسط ديال لي سباتيل او اي حاجه وكنشوفوا اذا تلاقى لينا بحال مثلا هكا، اذا ما يعني ما تلاقاش لنا الخط صافي يعني راه واجده. صافي غنخليها واحد دقيقه وغادي نحيدها. هنا بعد ما حيدتها البنات عاود صفيتها. هنايا عندي 200 غرام ديال الشوكولا نوار او اللي بغيتو 300 ولا اللي بغيتو. انا بالنسبه لي درت 200 غرام جاتني هي هذيك. انا خليتها كذوب. انا خديت البنات خديت 2 معالق ديال الكريمه حتى 3 كنديرهم يدفاو شويه. من بعد كناخذ واحد المعلقه من هذا الخليط اللي درنا ديال الكريمه الانجليزيه والشوكولا، وكنضيف عليهم الجيلاتين كيف ما شفتوا معايا حتى دابوا، وكنرجعهم للكريمه اللي درنا. صافي كنخلطها مزيان. من بعد غادي نحطهم على جنب. بالنسبه للكريمه البنات هنايا عندي 340 غنضيف عليها معلقه ديال السكر. يمكن لكم تضيفوا حتى 400 عليكم الاختيار. الا بغيتو هكا شويه يعني تكون شويه عاليه كتضيفوا 400، يعني من السطر كتنقصوا منه كاس كتبقى لكم 400. انا ضفت معلقه ديال السكر وكنطربها، كنحاول انني نطربها. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هكا الماتريال حاولوا انكم ما تطربوهاش بزاف، غير شويه كتبقى شويه هكا شويه سائله، يعني ضروري انها ملي كتدخل الكونجيلاتور راها كتشد باش تعاونكم انكم كتقادوها. هنا كيف ما شفتوا انا بعد ما طربتها غادي ناخذ يعني الكريمه ديالنا وكنبقى يعني كنخلطها كامله حتى كتدخل ليا في ديك الكريمه اللي درنا، يعني الكريمه الانجليزيه ولا كريم ديالنا. صافي كنخلطهم مزيان. من بعد غادي ناخذ المول اللي درنا فيه لاجينواز وكنحطو كندير يعني كنحاول اني نسقيها. يعني الا بغيتو تسقيوها عليكم اختيار. انا بالنسبه لي سقيتها بنص كاس تقريبا ديال الحليب مع الكاكاو والحلو. صافي كيما شفتوا البنات هنايا يعني كنحاول اني ندخلها مزيان. صافي غادي ناخذ الاطار اللي درت فيه لاجينواز كنحاول اني نديرو هكا الفيلم اليمونتير من تحت باش كتسهل علينا انهم دغيا كنديموليوها من هذا الاطار هذا. صافي كيف ما شفتوا انا خديت هكا يعني اللي بغيتو قهوه حليب او اي حاجه تسقيوها، وعلينا ما بغيتوش تسقيو عليكم الاختيار. بالنسبه لي انا سقيتها بنص كاس جاتني مزيانه. صافي كنسقيها كامله وكناخذ الكريمه اللي درنا كيف ما قلت لكم. الا ما طلعتوش تبقى هكا شويه كتكون شويه سائله تكون احسن. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ماتريال دغيا يعني كتساعدهم غير كي هكا يكبوها فوق المول كتجي مزيانه. صافي وغادي ناخذ يعني الطبقه المقرمشه اللي هي الفيوتين والبراليني. بالنسبه لي انايا صيبتهم غير في الدار ما شريتهمش. هنا البنات خدت نفس الكميه ديال البراليني نفس الكميه ديال الفيوتين، يعني ضروري مثلا درتو 70 كديروا 70 ديال البراليني 70 ديال الفيوتين تقريبا. انا درت هنايا 80. صافي غادي نخلطهم مزيان. تقدروا انكم تزيدوا مكسرات كديروهم في الفران كتحمروهم يعني تهمشوهم غير شويه وكتخلطوهم، او كديروا نفس الكميه يعني البراليني وكديروا نفس الكميه ديالتها الشوكولا، او كديروا مثلا ما كديروش كاع الفيوتين كديروا غير المكسرات. يعني لكم الاختيار الطبقه اللي بغيتوها، يعني يا اما الفيوتين كتخلطوا الفيوتين والمكسرات او الفيوتين بوحدو مع البراليني، او البراليني نص الكميه ديالته شوكولا ونص براليني مع المكسر، يعني لكم الاختيار. هنا البنات صافي كنقادها يعني فوق الكيك. من بعد غادي ندير الكريمه
وغنحاول اني نقادها مزيان، يعني كنقاد هذاك السطح ديالها كتقاد مزيان. والا مثلا ما عندكمش هكا الماتيريال كتاخذوا بلاستيكه كتحطها فوق من الكريمه، يعني حتى كتديروا الكريمه كامله كتحطوها فوق من الكريمه وبحال كتسرحوا هكا بايديكم. هذه حتى هي كتسهل، كتجي طبقه كتجي زوينه بزاف وكتسهل، يعني بلا ما ديروا لا سباتيل لا والو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هكا لي سباتيل اللي كيسرحوها، ديروا هذه غير معلقه هكا سرحوا بها وديروا بلاستيكه من الفوق وبقاو تسرحوا فيها. يعني كيف ما قلت لكم، يعني غير كتقادوها وكديروا بلاستيكه وكتحاولوا انكم يعني تقادوا لهذيك الوجه ديالها، كتملسوا مزيان كتقادوا صافي وكتدخلوها للثلاجه. يا اما تبات، من الاحسن انها تبات. الا ما كانش عندكم الوقت، على الاقل واحد 6 ديال السوايع، 5 حتى 7 ديال السوايع، من بعد كتخرجوا ان شاء الله باش كديروها للكلاصات. انا البنات هنا غادي نكملها وغادي نقادها وغادي ندخلها للثلاجه. بالنسبه لي انا غادي تبات، من بعد ان شاء الله ملي غادي نكملها غادي نرجع معكم باش غادي نصايبوا الكلاصاج ديالها اللي كيجي اكثر من رائع. بالنسبه للكلاصاج البنات، عندي هنايا 120 غرام ديال الكريمه، 60 غرام ديال الكاكاو، وعندي يعني 180 غرام ديال السكر، و140 غرام ديال الماء، وعندي 4 ديال الوراق ديال الجيلاتين. بالنسبه للقياسات ديال العنبه كما كتشوفوا البنات، عندي كاس ديال الكريمه وكاس ديال الماء، يعني كاس عامر، وعندي هنايا كاس وربع كيف ما كتشوفوا ديال السكر، وكاس لاروب ديال الكاكاو. من الاحسن اذا كان عندكم يعني الميزان يكون افضل. صافي كما كتشوفوا انا غادي ناخذ الماء مع السكر، يعني ندير فوق البوطه يغلاو لي واحد شويه، يعني ضروري تذوب لي داك السكر. من بعد غنضيفوا الكريمه وغادي نغربل الكاكاو، ضروري انكم تغربلوا الكاكاو وكنرجعوهم فوق البوطه يغلاو واحد شويه، ضروري يغلاو مزيان. من بعد غنخلي غير واحد شويه وغادي نضيف عليهم الجيلاتين، يعني ما تكونش يعني ملي نحيدوا الخليط ديالنا فوق البوطه ما ديروش فيه هذيك الساعه الكلاصات، خليوه غير واحد شويه صافي. وغادي نديروا فيه الجيلاتين ديالنا باش غادي يبرد. هنا البنات صافي بعد ما غلات ليا يعني الكلاصاج ديالنا كيف ما قلت لكم نخليه غير واحد شويه، وغادي نضيف الجيلاتين ديالنا اللي صفيته من الماء كنخلطو مزيان. من بعد غادي نصفيه ونديروا ليه هكا شي بلاستيكه من الفوق باش ما تكونش هذيك القشره ديالو من الفوق، وغادي ندخلوه للثلاجه حتى هو يبات. الا ما كانش عندكم وقت ما غاديش يبات ماشي مشكل. من بعد راه ملي كنخرجوه راه كنديروه في حمام مائي وكيطلق لينا هكا بسهوله، وكنكلاصيو به لاطاغ ديالنا او اي حاجه. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا، ضروري البنات خاصو ضروري يعني ما تبقاوش كلاصيو به، ضروري خاصو يدفى لكم، يعني الجد تكون واحد 37 حتى 38 الحراره ديالته. انا راه هنا دفتو راه تكون شويه باقي سخون. صافي كنحاول انني خرجت هذيك لاطاغ من يعني الكاطو كلاصي ديالنا من الثلاجه، كندير لها هكا شي حاجه سخونه باش يذوب لينا هذاك الجهد اللي غيتحل لينا الساكل من الكاطو كلاصي ديالنا. صافي كنحيدو، كديروا سيشوار او شي حاجه سخونه هكا، شي فوطه سخونه، وكديروه كدوزو هكا على المول دغيا كيتحيد. صافي كنحاول نقاد لهداك السطح ديالها. صافي غادي ناخذ الكلاصاج ديالنا وغادي نكلاصي به لي كاطو كلاصي ديالنا، وكنخليه حتى كيبرد يعني كيشد راسو مزيان. تقدروا انكم تدخلوه للثلاجه او كتخليوه هكا غير برا راه دغيا يعني كيشد راسو. وكنحاول اني نحيد ليه هذوك الجنيبات اللي كيكونوا تحت. بالنسبه للبنات تقدروا ديروه حتى 2 مرات، يعني كتعاودوا ترجعوه في يعني الحاجه اللي كتكونوا دايرين فيها، وكتعاودوا ثاني تكلاصيو به. واللي كيبقى لكم راه كتغطيوه عاوتاني كيف العاده بلاستيكه وكتدخلوه للثلاجه، راه كيبقى لكم حتى لسيمانه. هنايا زينته بلا فيوتين من الجناب، يعني دائما كل الاخت كيف كتبغي تقاد يعني كتبغي تزين الكاطو ديالها. انا كفكره درت لا فيوتين، تقدر ديروا الكاوكاو كونكاسي ايفيلي يعني اللوز، يعني لكم اختيار، او كديروا هكا لي فيرميسيل، يعني لكم اختيار. صافي خديت انايا الشوكولات ذوبته يعني في هاد لي موتيف هادي ديال الشوكولات اللي كيكونوا فيهم هكا نجيمات او على شكل فراشات، يعني درت الشوكولات من الفوق ودخلته حتى برد، وعاود قطعته هكا يعني على قطع عشوائي عادي،
وخديت الشكلاط ودرتو هكا بملمع يعني نحاسي، يعني هكا لمعتهم مزيان، يعني بحال كنقولوا صبغناهم صافي. وخديت هكا رشيت هذوك يعني الجنيبات ديال الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل لاكاطو ديالنا اللي صايبنا، كيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق. كيصدقوني كيجي لذيذ بزاف، واللي ذاقوا كيعجبوا، وبزاف الناس خدوا لا غوسات ديالو وجربوه وجا لذيذ بزاف. كنتمنى البنات ما تبخلوش ليا بالتعاليق ديالكم الزوينه وبالاعجاب بالفيديو، وتشاركوه مع الاصدقاء والعائله، وتعملوا لي الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. وشكرا على المتابعه.